سنتحدث عن أهم 10 دروس في الحياة يجب أن يعرفها الجميع. هذه الدروس ليست ذات قيمة فقط لتحقيق النجاح في حياتك الشخصية والمهنية، ولكن أيضا لإيجاد السلام الداخلي والسعادة. الدرس الأول: عش في الحاضر. من أهم الأشياء في الحياة أن تعيش في اللحظة الحالية. في كثير من الأحيان ننشغل بمخاوفنا بشأن المستقبل أو نأسف على الماضي ونفقد الجمال والفرح اللذان توفرهما الحياة لنا. بدلا من التركيز على ما قد يحدث أو ما حدث بالفعل، ركز على ما يحدث الآن. استمتع بملذات الحياة البسيطة ولا تأخذ لحظة واحدة كأمر مسلم به. الدرس الثاني: كن ممتنا. درس أساسي آخر هو أن تكون ممتنا بما لديك. من السهل أن نأخذ الأشياء التي لدينا كأمر مسلم به وأن نركز على ما ليس لدينا، لكن عندما نكون ممتنين فمن المرجح أن نقدر الأشياء الجيدة في حياتنا ونجد الرضا والسعادة. لذا خذ بعض الوقت كل يوم للتفكير في الأشياء التي تشعر بالامتنان من أجلها، وسترى تغييرا إيجابيا في حياتك. الدرس الثالث: اسعى دائما لتحسين الذات. لا يوجد أحد مثالي، ولكن يمكننا دائما أن نسعى لنكون أفضل نسخة لأنفسنا، سواء كان الأمر يتعلق بتعلم مهارة جديدة أو قراءة كتاب أو ممارسة هواية جديدة. فعليك دائما العمل على تحسين الذات. هذا لا يعني أنه يجب أن تكون قاسيا على نفسك، بل يجب أن تسعى باستمرار لتحسين نفسك. الدرس الرابع: عامل الآخرين بلطف. تعتبر معاملة الآخرين بلطف من أهم الدروس في الحياة. عندما تكون لطيفا مع الآخرين فأنت لا تجعل يومهم أفضل فحسب، ولكنك أيضا تجعل يومك أفضل. اللطف له تأثير مضاعف ويمكن أن يغير حياة الناس. الدرس الخامس: تقبل التغيير. التغيير جزء طبيعي من الحياة وقد يكون مخيفا، لكنه ضروري أيضا للنمو. أن تبني التغيير يعني الانفتاح على التجارب الجديدة والمخاطرة والقدرة على التكيف، وهذا يعني أيضا تعلم التخلي عن الأشياء التي لم تعد تخدمك والاستعداد للانتقال إلى فرص جديدة. الدرس السادس: تعلم من الفشل. تعتبر حالات الفشل جزءا طبيعيا من الحياة، ويمكن أن تكون مصدرا رائعا للتعلم. بدلا من أن تثبط عزيمتك بسبب الإخفاقات، انظر إليها على أنها فرصة للتعلم والنمو. عندما تتعلم من إخفاقاتك فمن المرجح أن تنجح في المستقبل. الدرس السابع: التواصل الفعال. التواصل الفعال ضروري لبناء العلاقات والحفاظ عليها، وكذلك لتحقيق النجاح في أي جانب من جوانب الحياة. من المهم أن تتعلم كيفية التعبير عن نفسك بوضوح والاستمتاع بنشاط وفهم منظور الآخرين. الدرس الثامن: ثق بنفسك وقدراتك. الإيمان بنفسك أمر حاسم للنجاح في أي جانب من جوانب الحياة. عندما تؤمن بنفسك فمن المرجح أن تخاطر وتسعى لتحقيق أهدافك، لكن من المهم أن تتذكر أن الإيمان بالنفس لا يعني أن تكون متعجرفا أو تتجاهل آراء الآخرين. إنه يعني ببساطة أن تثق في قدرتك وتثق بنفسك لاتخاذ قرارات جديدة. الدرس التاسع: اكتسب سلوكا إيجابيا. يلعب موقفك دورا كبيرا في تحديد سعادتك ونجاحك في الحياة. عندما يكون لديك موقف إيجابي فمن المرجح أن ترى الخير في المواقف والأشخاص وأن تكون مرنا في مواجهة التحديات. من ناحية أخرى يمكن الموقف السلبي أن يعيقك في الحياة. الدرس العاشر: بادر بالتحرك. أحد أهم دروس الحياة هو اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا يعني بذل الجهد الحقيقي لتحقيق الأشياء وليس مجرد الحديث عنها. من المهم أن تتذكر أن النجاح لا يأتي لأولئك الذين ينتظرون، بل يأتي لأولئك الذين يتخذون الإجراءات ويقومون بالأفعال. شكرا للمشاهدة ودمتم سالمين.